السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عشاق الساحرة المستديرة وعشاق النادي الأهلي في كل مكان. لو أنت أول مرة تشاهدنا ما تنساش تشترك بالقناة وتفعل زر الجرس ليصلك كل جديد. يستعد مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول بالنادي الأهلي لمتابعة مباريات فريق مازيمبي الكونغولي في الفترة الماضية، وخصوصا في بطولة دوري أبطال أفريقيا هذا الموسم. وتأهل مازيمبي الكونغولي لمواجهة النادي الأهلي في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا بعد تعادله مع بيترو أتلتيكو الأنجولي سلبيا في ذهاب الدور ربع النهائي قبل أن يتغلب عليه بهدفين مقابل هدف في مواجهة الإياب. بدأ مازيمبي مشواره هذا الموسم في دوري أبطال أفريقيا بالفوز على نادي بيج بيليتس بطل ملاوي بهدف نظيف في ذهاب الدور التمهيدي قبل أن يفوز في مباراة الإياب ب4 أهداف دون رد. وافتتح مازيمبي بعد ذلك مشواره في دور المجموعات بالهزيمة أمام بيراميدز بهدف نظيف في الجولة الأولى على ملعب الدفاع الجوي. وفي الجولة الثانية استعاد فيها فريق مازيمبي توازنه سريعا وتمكن من تحقيق الفوز على صن داونز الجنوب أفريقي في لومباتشي بهدف نظيف. وتعادل فريق مازيمبي في الجولة الثالثة خارج أرضه أمام نوازيبو الموريتاني سلبيا قبل أن يفوز عليه في الجولة الرابعة في لومباتشي بهدفين دون رد. وتأهل فريق مازيمبي رسميا للدور ربع النهائي من الجولة الخامسة بعد الفوز على بيراميدز ب3 أهداف دون رد في لومباتشي. ولم ينجح مازيمبي في حسم صدارة مجموعته في دوري أبطال أفريقيا بعدما تلقى الهزيمة في جنوب أفريقيا أمام صن داونز بهدف نظيف. وفي الدور ربع النهائي تعادل مازيمبي على ملعبه في لومباتشي سلبيا أمام بيترو أتلتيكو الأنجولي الذي نجح في عدم استقبال أي هدف في البطولة للمباراة السابعة على التوالي. أما في مباراة الإياب فنجح مازيمبي في الفوز على بيترو أتلتيكو على ملعب 11 نوفمبر في أنجولا بهدفين مقابل هدف، حيث تأخر في النتيجة في الشوط الأول قبل أن يتمكن من تسجيل هدفين في الدقيقتين 82 و 97. ويواجه النادي الأهلي فريق مازيمبي الكونغولي أحد يومي 19 أو 20 إبريل الجاري في لومباتشي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، فيما تقام مباراة الإياب أحد يومي 26 أو 27 من الشهر نفسه على استاد القاهرة الدولي. بالتوفيق للنادي الأهلي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.